عارف يا زين، انا حبيت قوي مرسي جميل عزيز، كلامه فيه احساس حلو كده. هو كتب ايه تاني لام كلثوم؟ كتب لها ألف ليلة وليلة. قال فيها إيه؟ عندي لك أجمل هدية، كلمة الحب اللي بيها تملك الدنيا وما فيها، واللي تفتح لك كنوز الدنيا دي. قولها ليا، قولها للناس، للطير، للشجر. قول الحب نعمة مش خطية. الله محبة، الخير محبة، النور محبة، فيروز محبة. يا سلام، مرسي جميل عزيز قال فيروز محبة؟ لا، الحقيقة دي من عندنا. وبعدين محدش يستجري يقول فيروز غيري، مع احترامي يعني المرسي جميل عزيز. هو حد يستجري ياكل زين غيري؟ نفسي اعرف مين اللي اخترع الاكل بالشوكه والسكينه عشان اضربه بالنار. تعرف اجمل حاجه حصلت لي في حياتي ايه؟ ايه؟ اني قابلتك وحبيتك واتجوزتك. يا بابا، انت فين بقى؟ انا عماله ادور عليك من الصبح. موجود يا حبيبتي اهو. عامل ايه؟ الحمد لله. مش تنزل معانا البحر؟ لا، انزلي انت بقى وهتلاقي اخوك تحت. قولي لي، اصحابك وصلوا ولا لسه؟ دول هنا من بدري. آسر بس هو اللي لسه ما جاش. آسر برضه؟ آسر برضه. بمناسبة آسر يا بوبي، ما تقولي رأيك فيه؟ ما ينفعكيش. ليه يا بوبي ما ينفعنيش؟ مش أنكل صلاح ده صاحبك وأنتيمك وصديق عمرك وأكيد عارفهم؟ ما عشان انكل صلاح بقى انتيم عمري وصديقي زي ما انت قلتي، فانا اعرف آسر اكتر منك. عليا، من يوم ما مامتك سابتني واتجوزت عاشت حياة تانية خالص وما سألتش عليكم لا انت ولا اخوك، وعشان كده انتوا الاتنين بقيتوا اغلى حاجة في حياتي، وعشان ابقى مطمن عليكي لازم احس انك انت عنده اغلى من نفسه. طب أقول لك حاجة؟ أنت لو شفت آسر بعينيا والله العظيم هتحبه قوي. الشقة لو مش هتبقى في المعادي زي ما اتفقنا أنا فعلا مش هتجوز. ومالها مصر الجديدة يا هند؟ شقة موجودة وتحت ايدنا. طبعا حلوة مصر الجديدة قوي بالنسبة لك، ما هي جنب مامتك، لكن احنا اتفقنا من الأول إن الشقة كانت تبقى في المعادي جنب مامتي أنا. أدهم بليز، أنت هتروح شغلك طول اليوم وأنا هفضل في البيت لوحدي متضايقة، ينفع كده؟ طب بصي، حتة محايدة، الزمالك، المهندسين. يوه أدهم، أنت وعدتني من الأول المعادي. حاضر يا هند، المعادي، أكيد مش هضايقك. اتوحشتك جو يا ولدي. انت اكتر يا ست الكل. طه ونادي عاملين ايه؟ الحمد لله. هتيجي ميتة. كل اسبوع وراجع لك. مفيش اخبار عن زين الصغير؟ لا لسه ربنا ما اذنش. عيلة مرتك عامل ايه معاهم؟ مبسوط؟ ومرتك عامله ايه؟ كويسه بخير معاك اهي. ازيك يا ماما، وحشاني. ازيك يا فاروز يا بنتي؟ اخبارك ايه؟ اتوحشتك قوي. الحمد لله كويسين، بس انا مش مبسوطه ان انتي ما رضيتيش تيجي معانا، القعده ناقصاكي. يلا اتجدعني وارجعي لنا بزين الصغير. امين يا رب. ربنا يخليكي لينا يا ماما. محمد رسول الله. ايه يا فيروز، هناكل امتى؟ بطننا بتصوصو. يا ريت بقى مشهد الحب اللي بينكوا ده تأجلوه بعد الأكل. حالا يا مامي. يلا يا زين، اللحمه استوت قوي خلاص. لسه لازم اللحمه تستوي كويس عشان طقم اسنان امك ما يطلعش في حته لحمه من دول. هتسمعك. ايه يا معلم؟ تشوي بقرة ولا ايه؟ يا ابني لسه ما استوتش. والله لا هي اكلها برضه. يا ابني اصبر على نفسك شوية. قالوا عايز تخس وتنزل الفاتس بتفاصتك دي. لحظة لحظة، انت بتتكلمي على التخن والخسسان؟ نسيتي شكلك كان عامل ازاي؟ لا نسيت انت. بقول لك ايه يا ياسر، عارف لو طلعت الصوره هتمنع عينك والله العظيم يا ياسر، ما نسيت. تهرجش. مامي، أولاً أنا بنوتي طول عمرها سلكة. اتفرج يا سيدي على سلكة المواعين دي.
يا ساتر يا رب. طب والله كانت زي القمر. يا ريتك فضلت كده. اصل احنا يا عم كصعايده نعز الست المتغذيه قوي. وضع الاستعداد. استعد. فرقة رضا ما يجي يكمل الاجوان دي. يا معلم المربع بيشوط. بقى لي 6 جوان بقول لك المربع. ها مين اللي كسبان؟ يا بابا السابع اهو. بابا اللي صدقني. 6-0 كتير. ابنك هني في بيتك يا عم، مستغل انه عمري في حياتي ما لعبت كرة قدم وماليش في البلاي ستيشن ده. يا عم انت حد قال لك تختار غانا قدام ريال مدريد؟ انا اللي اعرفه ان غانا دي فيها عبيدي بيليه، قالوا لي احسن لعيب في افريقيا. عبيدي بيليه مين؟ انت فاكر عبيدي بيليه بيلعب معانا؟ عبيدي بيليه يا باشا اعتزل من قبل ما يخترعوا بلاي ستيشن. وانا اقول انا بخسر ليه؟ ابنك بيستغل عدم ثقافتي الكرويه يا عم. بقول لك يا زين، امر يا عم. ايه رايك في ادهم؟ والله يا عم شاب محترم ومستقبله حلو وشايف انه بيحب هند جدا. وبعدين اكتر حاجه بحبها في علاقته بابوه وامه. اللي مرضى بامه يا عم اطمن على بنتك معاه. الله عليك يا زين وعلى كلامك الموزون يا ابني. الله عليك يا زين. الله. اقوم اروح انا بقى. انا مش قاعد. ايه يا بابا في انت كل حاجه بتاخد راي زين ما بتاخدش رايي انا؟ مش هاخد رايك انت اللي غاوي سهر وصرمحه وتنطيط من هنا لهنا، ولعلمك من هنا ورايح بقى مش هاخد راي حد في الدنيا دي كلها غير زين. كفايه ان هو غلبك 6-0. كمان هو اللي غالبني 6-0؟ والله العظيم انا مش قايله 6 اهو. طب وربنا اللي حقق لك امنيتك يا عم، هات الدراع ده. يلا يا عم هات الدراع. انا مش هلعبك بغانا خلاص. تلعب بمين؟ هلعبك بالكاميرون. مش دي اللي فيها ميلا العجوز؟ بجد يا زين ما اخترته، شاب جدع ومؤدب ويعرف ربنا، مش زي شباب الايام دي. كلامك صح يا ايمان، لكن الولد مش شبهنا ولا عيلته شبهنا ولا مستواه الاجتماعي والثقافي شبهنا، ده حاجه تانية خالص. كل ده